السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج النسر نسخة قطر 2022. والسلسلة دي اللي بنتكلم فيها عن أحداث كأس العالم من أخبار ومباريات وكل حاجة. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الثلاث مباريات اللي حصلت، اللي هي كانت أمريكا ويلز اللي لسه خلصانة من شوية، وقبلها كانت السنغال وهولندا، وفي النهار خالص كان مباراة إنجلترا وإيران. طبعا أنت بتقول لي جايبهم من الآخر الأول، يا سيدي على حسب ما افتكرت، عادي عديها يعني. بس قبل ما نخش في التفاصيل، يا ريت لو تكرمت تنزل تعمل لايك دلوقتي على الفيديو، وتعمل اشتراك لو أنت مش مشترك في القناة، وتقول لي رأيك في تعليق. ولو تروح كده على الفيسبوك يعني تعمل لايك على صفحة النسر، تبقى متشكرين جدا لحضرتك. ويلا نخش على التفاصيل. قبل ما نتكلم عن المباريات ونخش في تفاصيل المباريات، عايزين نتكلم على الخبر اللي كان الصبح، وهو المنتخبات اللي كانت بتعتزم اللي هي تلبس شارة دعم الشواذ، اللي هي يعني صرفت نظر عن الموضوع وخلاص نفضت القضية يعني. بس السبب في ده يعني مش احترام قواعد قطر ولا الكلام ده، هو عشان خاطر بس الاتحاد الدولي طلع قال لك المنتخب اللي هيلبس شارة القرف ده يعني القائد بتاعه هيبدأ الماتش واخد انذار. فهم ما شاء الله يعني قضيه رخيصه باعوها بانذار. يعني مش عايزين نكمل في الموضوع، مش عايزين نطول في الموضوع ده يعني، عشان خاطر هو اصلا موضوع مقرف. ونخش بقى على المباريات، والكلام في الكوره احسن من الكلام في اي حاجه تانية. يبتدي اليوم النهارده بمباراه انجلترا وايران، واللي كان الكل قبل الماتش ما يبتدي عايز يشوف كيروش هيعمل ايه. وطبعا احنا عارفين كيروش كان هو المدير الفني بتاعنا، احنا فشلنا اللي احنا نصعد لكاس العالم بسببه، يعني مش بسببه، يعني هو كان احد الاسباب، يعني بسبب اللعب الدفاعي والاسلوب الدفاعي اللي هو كان بيعمله. بالرغم اللي هو كان معانا على فكره كان مدير فني كويس يعني، وقدر يوصلنا لمراحل متقدمه. ولكن احنا النهارده كنا عايزين نشوف هو هيقدر يعمل ايه مع منتخب ايران، وهل هيقدر يوصل لأداء كويس وهيقدر يقف قدام انجلترا ولا لأ. ولكن يعني سرعان ما الكلام ده، الحبل بتاع منتخب ايران فك مرة واحدة بسبب الإصابة اللي حصلت للحارس بتاعهم، اللي هو لما خبط في المدافع صاحبه وشه يعني اتكسر وبتاع وطلع على طول. هنا لما الحارس بيتصاب او حاجة بيحصل هزة في الفريق، ولكن الهزة اللي حصلت مع ايران هزة جامدة قوي. الهزة دي اسفرت عن انجلترا، في شوط واحد كسبت 3-0، والشوط الثاني بدأت بالجون الرابع على طول. يعني خلاص هو الحبل فرط من ايران. بعد كده جابوا جون، يعني جون كفته كده، يعني جون حلو قوي بس مش قوي يعني. المهم جه بعدها الجون الخامس والسادس، وطبعا حصلت حفله هنا في مصر على حوار ال6-1 ده. ولكن ايه، جه بتاع اللاعب نفسه اللي احرز الهدف الاول اللي هو مهدي ده، احرز الهدف الثاني لايران وخلص الليله يعني وريح الكل يعني. فدلوقتي هل احنا نقول ان كيروش فشل مع منتخب ايران؟ انت برضو ما تقدرش تتكلم على كروش مع ايران، لان ايه، مش ما تعرفش تمسكها منين. منتخب انجلترا دلوقتي قوي جدا، ودينا شفنا كل جوان انجلترا جوان ملعوبه، وجوان ملعوبه قوي، جوان حلوه. فانجلترا كمان مرشح اللي هو ياخد كاس العالم. هو كان وصل سيمي فاينل المره اللي فاتت. فالمره دي ما تقدرش برضو تعمل، يعني ما تقدرش تحكم عليه. من الاخر برضو مش عايزين نكون ظالمين. المنتخب هو الدنيا فتحت معاه وما عرفش يلم الفرقه، بس عايزين نشوف ايران في الماتش الجاي هتعمل ايه، وهنشوف بقى الماتش الجاي. وبالنسبه هتلاقوا كلامي قليل على الماتش انجلترا وايران، يعني لان انا اصلا كنت في الشغل ما اتفرجتش على الماتش. فيعني انا شفت ملخص سريع كده للاحداث، وما كانش في احداث كتير غير الاجوان. يعني هو انجلترا تقريبا كانت ماسكه الماتش كله من اوله لاخره، فكان حل ايران يصعب على اي حد يعني. وانجلترا بالنتيجه دي اللي هي 6-2 برضو، كان كاس العالم اللي فات برضو عملت نتيجه 6-1، فشكلها بتكرر الستات كتير في كاس العالم، ربنا يستر منهم يعني. بنخش بعد كده على مباراة السنغال وهولندا، او هولندا والسنغال، واللي كانت المباراة دي بقى الكل كان متوقع هولندا هتنزل الماتش ده هتكتسح السنغال، وممكن ما تكتسحش بس هتكسب مرتاحة يعني، مش هتبقى فيه صعوبة. ولكن الناس يعني انا فوجئت الصراحة، لقيت السنغال لا واقفة على رجليها وعمالة تنقل الكورة وبتضغط ضغط عالي على هولندا في منطقة جزائها، لدرجة ان مدافعين هولندا وخط وسط هولندا غلطوا كتير قوي في البساط وهم بيطلعوا وبيبنوا الكرة من ورا. فلا السنغال النهارده عملت ماتش كبير، والناس انا شايف ناس شمتانه طبعا على السنغال عشان هم اللي خرجونا من كاس العالم وكده. ولكن لا، انت اتفرج على الماتش بصراحه، انا كنت عايز السنغال تكسب، لان السنغال منتخب تقيل ومنتخب يستحق يكسب، منتخب بيلعب كره حلوه. يعني كذا مشهد اشوفه في الشوط الاول، الاقي السنغال بتضغط بثمان لعيبه ضغط عالي. انت متخيل يعني فرقه من افريقيا بتلعب قدام فرقه من اوروبا وبتعمل ضغط عالي بالعدد ده؟ فانت يعني لا، ده منتخب كبير، منتخب تقيل، ومنتخب يستحق اللي احنا نقف ورا ظهره يعني ونشجعه ونسنده. لا منتخب حلو. ولكن الشوط الثاني بدأ برضه على فكره، برضه السنغال ماسك كوره وهولندا تايه. هولندا تقريبا ما عملش هجمات خطره، يعني اللي انت تقول يا هولندا هتكسب، لا بالعكس، ده السنغال هي اللي مضيعه جون في الشوط الثاني، جونين وثلاثه واربعه، وفي الشوط الاول مضيعه برضه جوان. انما في كوره كده جت اللي هي كانت اتشاطت في نص الجون والحارس طلعها، هي الكوره دي من بعدها
انا قلت لا هو كده مش هم من السنغال، وزي ما توقعت بالظبط بعد الكوره اللي طلعها الحارس بتاع هولندا، الكوره بتيجي عرضيه على راس جاكبو، بيلحقها قبل مندي حارس السنغال وبيحطها الهدف الاول في الدقيقه 83 84 في الدقيقه في الرينج ده يعني كده، وخلاص هو كده قتل السنغال. ولكن السنغال برضو هي عايز عندي كلمه، يعني انت منتخب خسران وانت بتلعب لاعب ماتش حلو وقادر ان انت تعمل ضغط عالي والكلام ده، بعد ما جه فيك الجون الاول انت ما عملتش ردة فعل خالص. انا شفت لعيبه السنغال بتستلم الكوره ورا وبتقف وبتسلم وتعمل، لا انت حبيبي خسران. انا اعرف اللعيب الخسران اللي عايز يتعادل بيبدا يطلع الكوره بسرعه، يبدا يعمل كوره عاليه بينجز يعني، انما شفت انت قاعد بتباصي لورا وعمال تبني الكوره من ورا، ومعلش يعني في مرقعه كانت بتحصل. ولكن بيجي كلايسن في اخر دقيقه في الماتش وبيلزع الجون الثاني عشان خاطر يقتل الماتش خالص، وبيتصدر هولندا المجموعه بتاعته. ولسه بقى نشوف قطر والاكوادور هيعملوا ايه، وربنا يستر على قطر في المجموعه دي لحسن السنغال هتاكل قطر الماتش الجاي ده، ربنا يستر على قطر. نخش في الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بقى وهو ماتش امريكا وويلز، بصراحه لحد دلوقتي هو امتع ماتش في البطوله، يعني سيبك من ماتش انجلترا وايران وهو كله جوان وجوان حلوه تمام، بس ماتش امريكا وويلز لا في لعب من هنا ولعب من هنا، مش ماتش من جهه واحده. يعني عندك امريكا مسكت الشوط الاول وجابت جون ولعبت وعملت، ويلز الشوط الثاني كانت بصراحه فاجئتني. انا قلت ويلز ايه، ويلز جايه يعني تضر القعده بالاخر يعني في كاس العالم، لكن لا بصراحه عملت ماتش حلو قوي وضغطت على امريكا يعني طول الشوط الثاني تقريبا هي اللي ضغط على امريكا، وهي اللي عايزه تتعادل وعندها اراده، وفعلا بيتعادلوا من ضربه جزاء لجاريث بيل. وبصراحه كان انا شايف ان هم كانوا يستحقوا يكسبوا على الاداء اللي عملوه في الشوط الثاني يعني، انما النتيجه هي في الاول والاخر نتيجه عادله، فرقه لعبت شوط وفرقه لعبت شوط والماتش خلص 1-1. هل اللعب اللي لعبته ويلز ده مؤشر ان هي ممكن تكمل في البطوله؟ بصراحه باللي انا شايفه ده هي ممكن، يعني نسبه قليله بس لا ممكن تكمل، لان هي عندهم روح ان شاء الله، اللعيبه بتاعتهم عندهم روح وعندهم اصرار اللي هم يعملوا حاجه، وواثقين في الكابتن بتاعهم اللي هو جاريث بيل. بس جاريث بيل النهارده يعني ما ظهرش الا في البيلين بس، يعني هو جاب البيل وخلاص وعلى كده. وفي كرة تانية كانت في آخر دقيقة في الماتش لما الحارس بتاع أمريكا طلع وكان جاريث بيل هيحطها مش عارف إيه، جه أكوستا راح مشانكله بتاع أمريكا، يعني أكوستا لو محدش عارفه، وقعد يضحك معاه بعد الماتش وكده. ولكن يعني جاريث بيل لازم يفوق الفترة الجاية، عشان لو عايز يوصل بمنتخبه للمراحل الجاية لازم جاريث بيل يفوق. ودلوقتي احنا خلصنا الجولة الأولى من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، والنتائج دي أسفرت عن الترتيب الآتي: هولندا في المركز الأول في المجموعة الأولى، المركز الثاني كان الإكوادور، الثالث السنغال، الرابع قطر للأسف. المجموعة الثانية طبعا إنجلترا هي خدت المركز الأول بالستة اللي جايبتهم النهاردة، المركز الثاني أمريكا، المركز الثالث ويلز، المركز الرابع إيران. بكرة إن شاء الله هيبقى في ماتش السعودية والأرجنتين، هيبقى الساعة 12 الظهر اللي مش عارف الميعاد. الماتش صعب جدا على السعوديه، صعب جدا، لان الارجنتين داخله لكاس العالم السنه دي وهي فرقه تقيله اصلا والسكواد بتاعها تقيل. وطبعا يعني مش عايز يعني ايه اكون قاسي شويه، بس هتدوس على السعوديه جامد، يعني ممكن النتيجه بكره يبقى فيها سكور للاسف يعني. فربنا يوفق السعوديه بكره وتطلع باقل الخسائر، ولو اتعادلت يبقى انجاز الصراحه. بس وهنشوف بكره ان شاء الله هتعمل ايه، ربنا يستر معاهم باذن الله مع كل الفرق العربيه. في حاجه سريعه عايز اتكلم عليها في ماتشات النهارده لو حد خد باله الوقت بدل الضايع كان كتير قوي في الماتشات كلها، تقريبا الماتشات كلها بين 10 و8 و9، الارقام دي ارقام رهيبه، 11 كمان، ارقام رهيبه قوي. وفي ماتشات لعبت 12 و13 دقيقه وقت بدل ضايع. حصل اصابات وكده، بس لا ارقام مبالغ فيها قوي، يعني ارقام مبالغ فيها، وانت لو بتحسب دلوقتي الاوت وبتحسب الفاول وبتحسب كل الحاجات دي بتحسبها وقت بدل ضايع، انت يعني الوقت بدل الضايع لما بيطول بيبوخ كأنك بتلعب بالظبط شوطين اضافي. فيا ريت الموضوع ده يتلم شويه، يبقى واخد قوي في موضوع الوقت الاضافي ده. وطالما انت وصلت للحته دي من الفيديو يبقى اشكرك جدا 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 اللي انت اتفرجت على الفيديو لحد اخره، واتمنى تدعمني بلايك وشير للفيديو وتعمل اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتقول لي رايك في الحلقه دي في الكومنت تحت ان شاء الله. ويا ريت لو تنورنا على صفحه النسر على الفيسبوك، واستنوني باذن الله في حلقه جديده بكره ان شاء الله بعد الاربع مباريات ما يخلصوا، وعلى بالليل كده هنتكلم فيهم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.